حكاية تصوير فيلم الوردة البيضاء، أول فيلم لمحمد عبد الوهاب. أشرف على كتابة السيناريو محمد كريم، وشارك في الكتابة سليمان نجيب وتوفيق المردنلي. الفيلم بطولة محمد عبد الوهاب، سميرة خلوصي، سليمان نجيب، دولة أبيض، زكي رستم، توفيق المردنلي، محمد عبد القدوس. محمد كريم كان عايز يصور بعض المشاهد في مصر قبل ما يسافر باريس اللي هيصور فيها معظم مشاهد الفيلم. في الوقت ده كان استوديو رمسيس بتاع يوسف وهبي اتحول لمخزن ديكورات لفرقته المسرحية. كريم أجر صالة كبيرة في سرايا المعارض وجهز إضاءة البلاتو، صور في البلاتو المؤقت ده بعض المشاهد من الفيلم، وكمل باقي التصوير في عزبة مصطفى فودة صديق محمد عبد الوهاب في السنبلاوين، واللي كان محمد عبد الوهاب بيتفائل بيها وصور فيها أفلامه. تجهيزات التصوير في باريس. في أول يوليو سنة 1933 سافر كريم هو ومدير التصوير بريمافيرا، راحوا باريس يجهزوا ويحضروا للتصوير، وراحوا على استوديو توبيس اللي الشركة اتفقت معاهم عشان تصوير الفيلم. بدأ محمد كريم يجهز للتصوير قبل ما يسافر له الممثلين والموسيقيين. لما خلاص كريم خلص تجهيزات نهائية، كان عبد الوهاب بيلحن كلمات الأغاني اللي بعتها له أحمد رامي بالبريد الجوي يسهر عليها ويخلصها في ليلة. يوم 17 يوليو كان بيتصور أول مشهد في استوديو توبيس، مشهد ما بين زكي رستم ودولة أبيض. مشكلة محمد عبد الوهاب مع الإضاءة العالية. محمد عبد الوهاب كان بيخاف على صحته من إضاءة السينما، لأن الكاميرا وقتها كانت بتحتاج لإضاءة عالية جدا عشان تلقط الصورة واضحة مش مظلمة. طبعا شدة الإضاءة خلت عبد الوهاب يرفض يكمل تصوير قصادها، لأنه شم ريحة تأثيرها على هدومه كأن حاجة بتشيط. عبد الوهاب مرضيش يرجع يصور إلا لما كريم قسم كل مشهد لكذا لقطة قصيرة تقلل من زمن وقوف عبد الوهاب قدام الإضاءة. مشكلة تصوير الأغاني. طب محمد كريم حل مشكلة تصوير المشاهد وقطعها لقطات عشان عبد الوهاب ما يقفش كتير قدام الإضاءة. طب الأغاني هيعمل فيها إيه؟ سنة 33 ما كانش لسه في فكرة البلاي باك ظهرت، اللي المطرب يحرك فيه شفايفه مع كلمات الأغاني المتسجلة أصلا. يعني المطرب يغني بجد ويتصور بجد ويتسجل صوته في نفس اللحظة. دي مشكلة. إزاي كريم هيقنع عبد الوهاب يقف قدام الإضاءة العالية دقايق زمن الأغنية كاملة اللي ما ينفعش تتقطع لقطات زي مشاهد التمثيل؟ لازم الأغنية تتصور صوت وصورة على مشهد واحد هو زمن الأغنية. المخرج مش هيقدر يدي أي تعليمات أو ملاحظات بصوته والأغنية بتتسجل. الحل الوحيد لكل المشاكل دي هو التدريب والبروفات الكتير الأغاني قبل ما تتصور. بالفعل حصل ده، ولما اتصورت أول أغنية يا وردة الحب الصافي كان عبد الوهاب منزعج ومش راضي عن التسجيل، وما استريحش إلا لما شاف اللي اتصور بعد التحميض وصوروا بقية الأغاني. كان في أغنية اسمها ناداني قلبي إليك، كانت بتتصور في جنينة الاستوديو. الفرقة الموسيقية قعدت تحت شجرة تعزف، وقف عبد الوهاب قريب منهم يغني لسميرة خلوصي. الحمد لله انتهى تصوير الفيلم أول أغسطس سنة 1933 بعد 13 يوم تصوير. اتصور 165 مشهد في 15 ديكور غير اللي اتصور في مصر. تابعونا.